بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. الشتاء كله زي ما انتم عارفين مليان خير ومليان خضرة ومليان حاجات جميلة جدا. إيه زي ما انتم شايفين الحاجات كده حلوة قوي وشكلها اصلا بيبقى جميل قوي في السوق ومغري كده وحاجة عظمة. احنا عايزين نعمل شوية تفريزات تريحنا ان شاء الله في رمضان. انتوا عارفين ان ده شغلي. فاحنا عايزين نعمل حاجات تريحنا في رمضان ونتفرغ للعبادة وتطلعي حاجتك كده بسهولة. تبقى الموضوع سهل وبسيط. ربنا يعيد علينا وعليكم الأيام بخير يا رب العالمين، ورمضان كريم على الجميع يا رب. وإن شاء الله تكون أيام خير وبركة وفضل من عند ربنا. قبل ما نبدأ في أي حاجة، عايزة أقول لكم نصلي ونسلم ونبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كمان نعمل لايك للفيديو بتاعنا، لان اللايك يا جماعة بيفرق معانا كتير والله، وبيخلي ناس كتير جدا تشوف الفيديو. غير كل واحد بيعمل لايك واحدة كذا واحد بيشوف الفيديو، فتخيل انت عملت خير قد ايه. او انت عملتي خير قد ايه وانت مش واخدة بالك. عايزة اقولك ان التفريزات دي كلها يا جماعة كل دول ما كملوش 200 جنيه. 2 كيلو ونص سبانخ و2 كيلو ونص قلقاس و2 كيلو بسلة و2 كيلو فاصوليا. شوية حاجات ما تكلفوش 200 جنيه. ما بقولكيش اعملي كل حاجة مرة واحدة. لا انا بقولك اعملي كل ما تعملي طبخة بسلة، شيلي طبخة لمثلا رمضان للصيف. كده لو عملتي طبخة فاصوليا، لو عملتي طبخة قلقاس، كل مرة تشيلي معايا. يعني بدل ما تجيبي كيلو واحد من الحاجات 2 كيلو، شيلي كيلو علشان ما تقفيش الوقفة الطويلة اللي انا وقفتها دي في التنظيف والتقطيع والحاجات دي كلها. زي ما انتوا شايفين كده، اول حاجة الفاصوليا. عايزه اقول لك لما بتيجي تنقيها، شايفه انا كسرتها ازاي تتكسر منك كده، مش تفضل متنيه وما تتقطعش بسهوله. لا تتكسر كسر منك كده عشان تكون خضره وجميله. وطبعا التفريز بتشيل الحاجه بحالتها، بتطلع لك بنفس الحاله دي. وعاوزه اقول لك كمان معلومه مهمه جدا: ما تحطيش خضار في ميه سخنه. شيليه اخضر زي ما هو كده بيطلع بحالته زي ما هو. بس نشيله من الفريزر على التخديعة بتاعتك على طول، او على النار على طول، ما تخليهوش يطلع يفك الاول. عبيت الفاصوليا خلاص في 3 اكياس اهو. والبسلة برضو ما شاء الله اليومين دول مليانة جدا وطعمها مسكر جدا. عايزاكي ما تستنيش لما البسلة تنشف والحاجة تنشف وما يبقاش فيها خير الوقت اللي احنا فيه ده. وتبقى فاضية ما تطلعش معاكي كويس كمية كويسة. عندي بقى نص كيلو من الجزر عملته على 2 كيلو من البسلة. قلبته بقى وقطعته زي ما انتوا شايفين كده، اسهل تقطيعة اللي هي التقطيعة اللي على الايد دي. قطعي على القطاعة زي ما انت عايزة، اعمل